يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في قناة ظهر الإمام المهدي عليه السلام، وأهلا وسهلا بكم في برنامج القائم هو الحل. ونرحب بالأخت ناردين المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يسلمك. نعم أحبتي، إن شاء الله تعالى نتحدث اليوم عن أمر مهم جدا ذكره أهل البيت عليهم السلام، أن هناك دين لإبليس، وهناك حكومة لإبليس، وهناك دين حقيقي لله سبحانه وتعالى، وهناك حكومة الله سبحانه وتعالى. فدين إبليس أحبتي هو عبادة الله سبحانه وتعالى بمعزل عن خليفة الله، وحكومة إبليس هي تنصيب الناس، طاعة الحاكم بمعزل عن اختيار الله سبحانه وتعالى. دين الله سبحانه وتعالى قائم على السجود وطاعة الرجل الإلهي في كل زمن، وحكومة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى هو من يختار الحاكم وهو من ينصب الحاكم. لكن بداية أحبتي أحب أن أقول شيء. نحن بحاجة إلى ثورة كبرى لتحرير الإسلام من أسر المتأسلمين. فلم يقتل الإسلام غير المتأسلمين الكاذبين المتمثلين بالحكام ورجال الدين المزيفين، وهذه هي الحقيقة والله. فلم يقتل الإسلام والقرآن وآل محمد عليهم السلام اليهود والنصارى، بل الذين قتلوا الإسلام والقرآن وقتلوا آل محمد عليهم السلام وشردوهم وضيقوا الخناق عليهم هم المتأسلمين الكاذبين. فاليوم نحتاج إلى ثورة كبرى، إلى تحرير النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الذين يدعون. ثورة كبرى إلى تحرير الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من الذين يدعون الانتماء له كذبا وزورا، وهم أصحاب السقيفة في هذا الزمان. ونحتاج إلى ثورة كبرى إلى تحرير القرآن الكريم من أيدي الشيوخ والفقهاء وأصحاب الفرق والمذاهب ومن يعتلون المنابر، فهم يطرحون أنفسهم على أنهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرفون كل شيء في القرآن الكريم. فما يقدم إلى الناس اليوم ليس دين الله، وإنما هو دين الخرافات والخزعبلات والتخلف، والذي يجعل الناس نيام وموتى، دين راض عنه الطاغوت تمام الرضا. فالدين الموجود اليوم هو دين إبليس الذي يريد أن يعبد الله بمعزل عن خليفة الله. اليوم أيها الناس، عندما نقول أن القائم عليه السلام هو الحل، ماذا نقصد هنا؟ أكيد أحبتي نقصد هنا أن الإسلام هو الحل، لأن القائم عليه السلام هو الإسلام الحقيقي. لكن نحن لا نقصد أن الإسلام هو الحل، أن الإسلام الموجود حاليا، فهذا الإسلام الموجود حاليا هو إسلام مزيف ومتعدد وليس إسلام واحد. فهناك إسلام الفرق والمذاهب، وهناك إسلام الوهابية، وهناك إسلام داعش وتنظيم القاعدة، وهناك إسلام الأزهر، وهناك إسلام الخميني وولاية الفقيه، وهناك إسلام الإخوان المسلمين، وهناك إسلام الميليشيات والأحزاب الحاكمة، وهناك إسلام السلطات الحاكمة. وإن الإسلام هو دين الدولة الرسمي كما هو مكتوب
في الدساتير العربية والإسلامية، وهناك إسلام الفقهاء، وهناك الإسلام الذي تريده أمريكا، وهناك إسلام الماضي والسلف الصالح، وهناك إسلام الخلاعة والمجون الذي يدعو له خائن الحرمين الشريفين الخائن محمد بن سلمان. فأي إسلام يريده الله من هذه الإسلامات المختلفة والمتعددة؟ أما الله يريد الإسلام الذي يأتي من خلال خليفة الله. أيها الناس، نحن بحاجة إلى الله، فهذا زمان الشياطين. نحن اليوم بحاجة إلى التوحيد، فهذا إسلام تعدد الآلهة وكثرة الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله. نحن اليوم بحاجة إلى الجمال، فهذا زمان القبح، فكل شيء في الحياة قد تم تشويهه. نحن اليوم بحاجة إلى الحسين الثائر، فألف يزيد فاسق يحكمنا باسم الله كذبا وزورا. نحن اليوم بحاجة إلى حاكمية الله بدل حاكمية الناس وديمقراطية أمريكا وانتخاباتها التي لم تجلب لنا سوى الدمار والفاسدين والكاذبين والقتلة والغير منصبين إلهيا. نحن اليوم بحاجة إلى الروح، فهذا زمان المادة والطين والنفس وغلبة المظهر والتمسك بالقشور. نحن بحاجة إلى الأنبياء والمرسلين والأولياء، فهذا زمان ذرية إبليس الراجعة. نحن بحاجة إلى فأس إبراهيم وإلى يسوع عليه السلام لكي يقف في الهيكل ويعري رجال الدين الفاسدين ويرفع عن وجوههم أقنعة القداسة الكاذبة لكي يقول لهم أنهم ليسوا من الله ولا مع الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم أيها الناس بحاجة إلى رب الكعبة وليس إلى الكعبة. نحن اليوم بحاجة إلى القرآن الناطق وليس إلى القرآن الصامت. نحن بحاجة للسجود لآدم الزمان، ولسنا بحاجة إلى إبليس هذا الزمان وعبادة إبليس هذا الزمان. نحن بحاجة إلى الإمام المهدي عليه السلام، ولسنا بحاجة إلى الطواغيت وما أكثرهم في بلادنا العربية والإسلامية. فاحذروا أيها الناس من دين إبليس ومن دولة إبليس. فاليوم قائم على محمد أبا الصادق سلام الله عليه يدعوكم إلى دين الله الحقيقي ويدعوكم إلى دولة الله الحقيقية الذي يكون الحاكم فيها منصب من قبل الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعرفون جيدا أن في راية المهدي مكتوب البيعة لله. هذا هو دين الله، وهذه هي الدولة التي ندعو إليها، دولة الإمام المهدي سلام الله عليه، التي بشر بها آل محمد والتي بشر بها رسول الله والتي ينتظرها كل الرسل والأنبياء والأئمة والمؤمنين. هذه هي الدولة. نحن نريد أن نعيش في دولة الإمام المهدي ومعنا الإمام المهدي، وندعوكم إلى دولة الإمام المهدي عليه السلام وإلى دين الإمام المهدي عليه السلام. نعم أختي ناردين. طيب الله أنفاسك الطاهرة الله يسلمك. الغالي أبو محمد، وبهذه الكلمات الرائعة اللي إن شاء الله تكون صرخة تصل القاصي والداني أنه جاء وعد الله. أبا الصادق هو وعد الله اللي وعدكم به صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يخطب وهو ينادي، جاء من أجل إخراج هذه البشرية من الظلمات إلى النور. فبالنسبة للي طرق له أبا محمد، فعلا دولة إبليس هي اللي تحكم الآن الموجودة.
لما نرجع إلى أحد روايات الإمام جعفر الصادق عليه السلام، أول من قاس إبليس واستكبر. صح. والاستكبار هو أول معصية عصي بها الله سبحانه، فقال: يا رب أعفني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدك ملك مقرب ولا نبي مرسل. فقال الله سبحانه وتعالى: لا حاجة لي إلى عبادتك، إنما أريد أن أعبد من حيث أريد لا من حيث أنت، لا من حيث تريد. فأبى أن يسجد. يعني بالرغم، يعني هاي الرواية من الروايات العظيمة، بالرغم من يعرف مكانة الله سبحانه وتعالى، بالرغم من أنه من المقربين، بالرغم من أنه طاووس الملائكة، ولكنه أبى السجود. أبى السجود لأن سبحانه وتعالى أمر أن يسجد للخليفة اللي هو يرشحه، اللي هو يختاره، اللي هو ينصبه. هو هذا مفهوم الحاكمية لله. الله هو الحاكم، هو اللي يختار الخليفة المنصب. علمونا الدين، صوم وصلاة وحج وزكاة، عبادات، وبعدونا عن حجة الله، عن خليفة الله. وكما تعرفون وكما موجودة بالروايات: لا تخلو الأرض من حجة. فأين حجة الله؟ أين إمام زمانكم؟ ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الكل يسأل. ثقوا بالله العلي العظيم، كل من يبحث عن الله، كل من أبى أن يسجد للمراجع وللشيوخ وللعمايم لأن معترف بأن الأرض موجودة من حجة. والله يعني أبو محمد لو نرجع تاريخ دخولنا بالدعوة، أنه كنا نتساءل، يعني خادمتكم ليش دا يتبعوهم؟ وين حجة الله؟ يعني يستحيل الله سبحانه وتعالى يتركنا في تيه. التيه الآن الموجود كتيه بني إسرائيل. ليش؟ نتيجة قتلهم الأنبياء والمرسلين والأئمة، إمام بعد إمام. سبحانه وتعالى حتى الإمام المهدي غاب عنهم. كنا في نقاش أنا وأبو محمد عن سبب الغيبة. فعلا إذا كره الله قوما سلخه من بين أظهرهم. والكل متصورة أنه الله سبحانه وتعالى غاب، قتلوه حتى الله سبحانه، وحاشاه حاشاه. الآن هذا الزمان، هذا وعد الله الموجود والمثبت بالقرآن ومثبت جميع الكتب، أنه لابد أنه في آخر الزمان يأتي الرجل الذي سوف يصلح أمر هذه الأرض، الذي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وقسم يقولون رسول الله ختم الرسالة: واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وانتهى الموضوع. لما إجا حجة الله، لما إجا قائم آل البيت يريد يوضح هذا المفهوم، قال عن سبب عدم معرفة الناس بحجة الله، بخليفة الله، أنه اتباعهم رجل غير إلهي. الكل تدعي بأنها مع الإمام المهدي، ولكن الكل يعني نقول الثلة القليلة اللي ناصرته والتي تؤدي البيعة يوميا، ولكن الأغلبية أنه يتبعون رجال لم ينصبهم الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى موضوعنا. إذن دين إبليس هو عبادة الله بمعزل عن خليفته في كل زمان. يعني كل الموجود الآن من عبادات، واللي يتصور أنه هو يتقرب إلى الله بالصوم والصلاة والحج والزكاة، هاي العبادات خالية من المعنى. هاي العبادات ما توصلكم بالله سبحانه وتعالى. هذه كعبادة إبليس بالضبط لما رفض السجود لخليفة الله. الآن الموجودين واللي يقولون لا أنا أعرف الله، أنا أصلي وأصوم وما محتاج أي وساطة. أنت تقرأ كل مرة بالصلاة اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط مستقيم تريد الله
سبحانه وتعالى أن يهديك إليه. إجا القائم بدأ يوضح هاي المعاني، بدأ يوضح كل هذه الأمور. إذن دين إبليس هو عبادة الله بمعزل عن خليفته في كل زمان. دولة إبليس في كل زمن هي اختيار الناس للحاكم، كما في فرعون ونمرود وهيرودس. دين الله الحقيقي نريد نعرفه أبو محمد، شنو دين الله الحقيقي؟ وهذا أهم سؤال، يعني اليوم يوجه إلى كل متدين، لابد أن يعرف ما هو دين الله الحقيقي. الكل تريد تعرف أين دين الله الحقيقي. إذا إحنا هاي عبادتنا كلها غير حقيقية، ما هو دين الله الحقيقي؟ دين الله الحقيقي هو عبادة الله من خلال الرجل المنصب من الله اللي هو آدم الزمان. هذا هو دين الله الحقيقي. حتى بروايات آل البيت، نحن الصوم، يقول أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه، نحن الصوم، نحن الصلاة، نحن الحج، نحن الزكاة، وكانوا يسموه القرآن الناطق. الكل تردد، يعني للأسف حتى الروايات والنصوص أبو محمد يعني مجرد يرددوها كأنما يعني قصائد شعرية وخلاص انضم وقاعدين نايمين على الكتب، وبعدين يطلع إمام زمان وهم ما يعرفوه. صح. يعني مصيبة كبرى إنه قائم آل البيت اللي هو الآن إمام الزمان اللي يحمل روح الله، زين، ما حد ما يعرفه إلا ثلة قليلة. وهاي الثلة القليلة بالضبط تحدث عنها الإمام جعفر الصادق منه السلام، قال: إلا من أخذ الله ميثاقه من الذر الأول وأيده بروح منه. الكل تريد تكون مع الإمام المهدي صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن الكل أكو في قلوبها فد رهبة، هل أنا أكون فعلا من هاي الثلة القليلة اللي أخذ الله سبحانه وتعالى عليها عهد وميثاق؟ جمدوا كل العقول. إذن الدين الحقيقي هو عبادة الله من خلال الرجل المنصب من الله سبحانه. دولة الله هو إن الحاكم، الله هو اللي يختار الحاكم في كل زمان، وهذا ما ندعوكم إليه، هذا ما يدعو قائم آل البيت إليه، حاكمية الله واتباع الرجل المنصب من الله. لما نرجع للتاريخ كله، الناس أكثريتها رفضوا حاكمية الله واتبعوا حاكمية إبليس. هاي المشكلة، هاي المشكلة الأزلية اللي منذ عهد آدم عليه السلام إلى الآن. يقول قائم آل البيت أبا الصادق منه السلام والرحمة والنور: لقد تخلى المسيحيون عن تعاليم عيسى كلها، وحولوا دين عيسى إلى دين يؤيد حكام العالم الكذبة الذين لم يعينهم الله سبحانه، بل عينهم الشيطان والناس تركض للانتخابات وتركض فرحانة. يعني حتى بثورة تشرين أبو محمد، نعم. يعني بثورة تشرين كنا نداعيهم، ثق بالله كنا ندخل لهم يعني قبل الدعوة إنه نادوا بالإمام المهدي، أنتوا يا شباب نادوا قولوا نريد الإمام المهدي، ثقوا بالله العلي العظيم، والله نكتب لهم، والله نكتب لهم. نادوا ماكو، غيبوا الإمام المهدي. تدرون يا شباب ثورة تشرين بالعراق كان الإمام المهدي الحجة محمد بن الحسن صلوات ربي وسلامه عليه بينكم، كان بينكم، جالس بينكم، مو كلام، حقيقة. ولكن تصوروا موجود بينكم ما تعرفوه، وكل تريد واحد بلكي يجيها مرشح أفضل من السابق، ونسوا حجة الله. حجة الله ما غاب عنكم، أنتم من غيبتوه عنكم. حجة الله باقي ونور الله باقي ولا يموت. إذن
لقد ادعى المسلمون، يقول قائم آل البيت صلوات ربي وسلامه عليه، إن القرآن كافي، وأنكروا أوصياء محمد صلى الله عليه وآله المنصبين من الله، وادعوا أن الصلاة والصوم سينجيهم. مشكلة كبيرة الناس عايشتها وما تحس بالذنب الكبير اللي وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون. شرك أنه تدخل مع حجة الله وناس غير منصبين إلهيا. الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه يعني حولوا الدين إلى طقوس وعبادات فقط، اللي رسول الله عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. هل تحقق ذلك؟ الآن قائم آل البيت جاء رحمة للعالمين، رحمة، الرحمة كلها. أدعو، يقول قائم آل البيت، أدعو إنهم ادعوا إنهم لا حاجة لهم في شفيع بينهم وبين الله، وبالتالي هم على نفس دين محمد صلى الله عليه على دين إبليس اللعين. ففعلا اللي اتمسكوا بالقرآن وقالوا احنا عندنا القرآن وعندنا الصلاة وبعد خلاص ما محتاجين أي أحد، كل من يدعي هذا الادعاء فهو على دين إبليس لعنه الله وأبعد ما يكون عن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وادخلوا البيوت من أبوابها، دائما الباب يدخلون من كالسراق. شكرا جزيلا. نعم أحبتي، فقط للتذكير اللي يحب أن يتصل علينا على البرنامج، الأرقام موجودة في أسفل الشاشة. أهلا وسهلا بكل من يتصل ويستفهم عن هذه الدعوة المباركة وأمر قائم على محمد أبو الصادق سلام الله عليه. اليوم أحبتي نحن ندعوكم إلى دين الله الحقيقي من خلال السجود لآدم الزمان، وندعوكم إلى دولة الله، الدولة التي يكون فيها الخليفة منصبا من قبل الله سبحانه وتعالى. عندما نرجع أحبتي إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم، روايات أهل البيت عليهم السلام كانت واضحة جدا في قبول الأعمال أو رفض الأعمال العبادية. فأهل البيت سلام الله عليهم أكدوا على طاعة الإمام وإمام الزمان في كل زمن، وقالوا إن الخلاص لا ينال من خلال الأعمال العبادية، ولا ينال من خلال قراءة القرآن، ولا ينال يعني من خلال الذهاب إلى الكعبة أو إلى المراقد المقدسة. أهل البيت سلام الله عليهم أكدوا أن دين الله الحقيقي هو أن توالي رجل من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن الله حي، الله موجود في كل زمن، وطالما الله سبحانه وتعالى حي وموجود في كل زمن، إذن لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى حجة في كل زمن. من الروايات المعروفة عن آل محمد، عن محمد بن مسلم قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله شانئ لأعماله ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها. وكذلك يا محمد من أصبح من هذه الأمة ولا إمام له من الله عز وجل ظاهرا عادلا أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. هذا الإمام الصادق الذي يقول هذا الكلام. واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولين عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. وعندنا رواية أحبتي عن الإمام الصادق سلام الله عليه،
كانوا صريحين جدا آل محمد في تبيين الدين الحقيقي وماذا يريد الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الصادق: إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية. الله يعذبهم حتى لو كانوا يصلون يصومون يحجون. وإن الله يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة. شوفوا دين الله وشوفوا ماذا يريد الله. إذن اليوم الخلاص مو تروح للحسين، الخلاص اليوم مو تروح للكعبة، الخلاص اليوم مو تقرأ القرآن، الخلاص اليوم مو تطبر، لا الخلاص مو تروح تقول أنا أوالي المرجع، لا الخلاص اليوم أن تبحث عن إمام الزمان. وإمام الزمان وخليفة الله اليوم حاضر بينكم ويدعوكم إلى حاكمية الله والتنصيب الإلهي. نحن اليوم الوحيدين الذين على وجه الأرض قاطبة الذين ندعو إلى حاكمية الله والتنصيب الإلهي. نحن الوحيدين على وجه الأرض في رايتنا مكتوب البيعة لله وهي راية الإمام المهدي سلام الله عليه. ونحن الوحيدين على وجه الأرض الذين نقول أن الإمام المهدي محمد ابن الحسن عليه السلام معنا. ونحن الوحيدين على وجه الأرض نقول لكم اسألوا الله عنا لأن الله معنا والله يدلكم علينا وعلى هذه الدعوة المباركة. ونحن اليوم الوحيدين على وجه الأرض معنا رجل من الله وهو قائم آل محمد، هو أعرف بطرق السماوات، الله أكبر، وهو أعرف بالتوراة وأعرف بالقرآن وأعرف بالإنجيل، وهذه خطاباته وهذه لقاءاته شاهدة على ما نقول. فأين علماءكم؟ أين شيوخكم؟ أين حاخاماتكم؟ أين باباواتكم؟ لماذا لا يظهرون ويظهرون علمهم؟ لماذا هم مختبئون خائفون؟ لأنهم يعرفون ورب الكعبة ورب الكعبة إن برى واحد منهم سوف يفضح على رؤوس الأشهاد. لكن نحن كما يقول سلام الله عليه: لو أعطيتهم 1000 دليل هؤلاء الخونة علماء السوء لن يؤمنوا. لكن نحن نخاطبكم أنتم، نخاطبكم أنتم، لأن القائم سلام الله عليه يبحث عن رجال ينتظرهم القائم. هناك رجال مؤمنين أرواح طاهرة ينتظرهم الإمام سلام الله عليه. مرة قال لنا أبا الصادق سلام الله عليه: مهمتكم هي الدخول في الوحل. لأن شنو ماذا الدخول؟ هناك يقول جواهر يريدها الإمام، قال تدخلون في الوحل تستخرجون هذه الجواهر تلقون عليها الماء تنظفونها لكي تأتي وتبايع. فالقائم سلام الله عليه أيها الناس ينتظر ثلة مؤمنة، أما والله لو كملت العدة الموصول. فمن يسمع أبا محمد وليسمع الدكتور علي وليسمع أنصار الله، نحن نريد الذين من الله، نريد أتباع علي. أين أتباع علي؟ أين الذين رفضوا سقيفة بني ساعدة؟ أين أنتم؟ اليوم الوحيد الذي يرفض سقيفة بني ساعدة هو قائم آل محمد أبا الصادق. اليوم السيستاني اليعقوبي كل فقهاء النجف اللي ما شايفين الشمس بحياتهم يدعونكم إلى سقيفة بني ساعدة واختيار الناس للحاكم. نحن الوحيدين اليوم على وجه الأرض، نحن الروافض اللي نرفض كل هؤلاء الموجودين على الساحة العربية والإسلامية، ونقول هؤلاء يحكمون في بلاد محمد ويحكمون باسم دين محمد وهم غير منصبين إلهيا. فاليوم لابد أن تعرفوا أين الله وأين خليفة الله، لكنكم تتبعون ناس خونة مع الحاكم يدعونكم إلى طاعة الحاكم وعدم الخروج إلى الحاكم. فاليوم اللي يريد دين الله أيها الناس يجده ها هنا، اللي يريد الله يجده ها هنا، اللي يريد يعرف كتاب الله وتفسير الكتب المقدسة، والذي يريد أن يعرف ماذا يريد الله في هذا الزمان عليه أن يطرق باب قائم آل محمد سلام الله عليه. نعم أختي ناردين. طيب الله أنفاسك الطاهرة. الله يسلمك. وطيب الله الصوت اللي يصدح بالحق في وقت عز فيه الناصر.
القصة والتاريخ يعيد نفسه، أنه الموجود الآن بالساحة حجة الله قائم آل البيت. وفعلا نلاحظه يعني حتى اللي يتساءلون ماذا يريد منكم؟ ماذا يريد؟ ما هو إلى ماذا يدعوكم؟ خطاباته بالضبط يعني عن طريق العلم. هو أعلم بالقرآن من أهل القرآن. ضيعوا قبل أمير المؤمنين عندما قال لهم سلوني قبل ما تفقدوني. الآن أبا الصادق فعلا له علوم الأولين والآخرين، وهو أعلم بأهل القرآن من أهل القرآن، وأعلم بالإنجيل من أهل الإنجيل، وأعلم بالتوراة من أهل التوراة. ماذا تنتظرون؟ هذه علوم موجودة، حتى تأبون أن تستمعوا لها، تأبون أن تقرأوا. ثقة أبو محمد، يعني أكو قسم يعني من نعطيهم بس شوفوا الخطابات ما يقبلون بالضبط، ينطبق عليهم واستخشوا، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم. هكذا حال الموجودين فعلا، أنه قائم آل البيت ينتظر السلة القليلة اللي قال عليها أبو محمد، اللي يستخرج الجواهر من المياه، من نقول من الخبائث، جاي من أجل أن يستخرج سلة قليلة مؤمنة موجودة، هاي الأرواح الطاهرة، جاي من أجل المساكين والفقراء اللي ضاعت حقوقهم، جاء من أجل الأرامل، من كل من انتهك حقه. فعلا احنا هذا نشوفه بأبا الصادق، احنا عايشين وياه فعلا، يعني رأينا بالضبط الله متجلي بالحقيقة. الله غائب عنكم ولكن معنا، نحن معنا الله. يعني دائما آل البيت الكل تصيح بآل البيت وتبكي عليهم، ولما يكونون موجودين بيناتهم الكل ترفضهم. مع الإمام علي فقط 4 الكل تصيح يا علي. وياكم الآن حجة الله، وياكم القرآن الناطق. نعم الله يوفقك يا أبا. يعني معنا اتصال، الأخ أبو حسين، تفضل أخي الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب شلونك عين، شلون صحتك؟ إن شاء الله تكون بخير. الله يعزك أبو محمد حبيبي، أخت ناردين الله يساعدك. حياك الله، حياك الله أخي حسين، الله يحفظك. موضوع اليوم مال شو اسمه رجال الدين وسياسي. والله احنا اليوم نتحدث أخي الحبيب أن هناك دين لإبليس، وهناك دولة لإبليس، وهناك دين لله سبحانه وتعالى، وهناك حكومة إلهية لله سبحانه وتعالى يكون فيها الحاكم منصب من قبل الله سبحانه وتعالى. في دين الله واضح وضوح الشمس، وقد ذكروا أهل البيت عليهم السلام في رواياتهم وبينوه، وكذلك بينوا دين إبليس الذي يريد أن يعبد الله بمعزل عن خليفة الله، وبينوا دولة إبليس اللي هي يكون فيها الحاكم منصب من قبل الناس أو اختيار الناس للحاكم. فهذا اليوم الموضوع الحلقة أخي الحبيب. هي تجارب، يعني هي كفيلة بالإنسان. نعم. يعني الرسول سلام الله عليه يقول المؤمن لا يدغ من جحره مرتان. احنا 1000 مرة لدغنا من هالجحر هذا. صح. بس مرات الإنسان يعني عقله شغل بالمحرك اللي مطفيه ما يشغله. هسه هاي الفترة عندنا بالعراق وبغداد معلقين صور مال ذول اللي مرشحين واحد. نعم الانتخابات. بلي مرات احتك انا بالناس امانه الله ورسوله، انا دائما نحكي بالدعوه مالتكم. نعم. الكل يسمع والكل ما يسمع على العموم. فاشوف يعني من اتناقش عليهم معقول هسه بلد النهب والسرق وصار لهم 20 سنه، والعمايم اللي ساندتهم هم وياهم يعني وما قدموا اي شيء للناس. اقول هم اكو ناس بعد تروح وتنتخب اتناقش به يا جماعه، والاراء مختلفه ابو محمد. والله شوف الاراء مختلفه. شوف اخي الحبيب الغالي، يعني احنا حتى نكون صادقين،
يعني كثير من الناس يعني هم المشاركين في بقاء الطاغوت وفي بقاء الظلم وفي بقاء القبور. لا، ما راح تصير انتخابات. من الذي راح ينتخب هؤلاء؟ يعني من الذي ينتخب الحلبوسي؟ من الذي ينتخب المالكي؟ من الذي ينتخب يعني غيره وغيره، غير هاي الناس اللي تدعي أنها تصلي وتصوم وتحج وتدعي أنها على الإسلام، أو رجال الدين اللي يقبلون والرجال الدين من تحت الخفاء يعني يأمرون الناس بانتخاب هؤلاء والذهاب إلى الانتخابات. إذن هو جميع رجل الدين مشارك في الفساد والناس مشاركة بالفساد. بالضبط. مو كيفما تكون يولى عليكم. طبعا كيفما تكون يولى عليكم. لكن حيصير تناقض. انت تدعي انك مع الله وتدعي انك مسلم وتدعي انك مع القرآن وتدعي موالاتك للامام المهدي سلام الله عليه، لكن انت في نفس الوقت تشارك في تثبيت دولة الطاغوت. وهذا تناقض. والله يا ابو محمد بالضبط ابو محمد بصراحه يعني سلام الله على النبي من قال لم يبقى من الاسلام الا اسمه، بس الاسم اسمه. يعني هم الناس يعني اكثرهم اغلبيه العالم بدات تعزف لا هم القله التروان هم قلب يعني عليه والله، لان مره تناقشت واحد وهكذا تعلمتها من عندنا. قال يعني واذا ما رحنا شنو الحل؟ قلت له الحل انت بس التزم بالكلام مال الرسول، هو محرمها وبيها نصوص، واذا تريد هسه احكي لك اياها وصور راسك طبل. زين محرمه يعني انت ليش تشترك؟ شوف اخي الحبيب، هو الان لو ذهب الى الانتخابات، هو هسه الان المواطن اذا ذهب الى الانتخابات هل يغير من المعادله؟ ما يغير. هو جاي اقول له بالضبط اذا تسمح له ابو محمد. نعم. قلت له انت شريك في كل ظلم يصير بالمنطقه، يعني على واحد، يعني كل ظلم. هي الحكومه مو ظالمه؟ قال لي ظالمه. قلت له انت اذا انتخبت انت اشتركت بهذا الظلم. قال لي شلون؟ قلت له هاي الحكومه شلون صارت؟ غير اعطيتها صوتك. صح. زين. على العموم عندي مسألتين ابو محمد اخاف لا بخدمتك حبيبي تفضل. حتى ما اخذ من وقت خادم حسين شداي. مرات انا بيني وبين نفسي هم افكر ما مثل ما شغل مخ وياها. هو هم يروح من الله بلي ابليس. نعم. هسه ابليس هم بيروح ونفخنا فيه من روحنا ادم سلام الله عليه. ابليس هم نفس الروح بيه وتختلف. هذا سؤال. نعم. الاول. والسؤال الثاني هي طبعا هاي موجوده التوم والطرف سواء الشيعه والسنه هم كلهم متفقين على هذا الشيء. مثلا اليوم انا عشت يومي، خلص اليوم نمت صبح الصبح، انسى اليوم اللي مضى، هذا بالاخره نحكي، انسى اليوم اللي مضى بالاخره. نعم. الغرض من هذا النسيان الحكمه الالهيه حتى ابقى دائما بحاله تجدد. نعم. مو بالضبط بهاش. اي. نعم. زين اللي جاي اسمع يقولون لا اكو ليل ولا اكو نهار ولا اكو شمس، هاي بالاخره. زين شنو الفاصل اللي يخلينا انا انسى ذاك اليوم اللي مريت فيه؟ يعني شنو الفاصل بالضبط؟ مثلا نهار وقضى ماكو. شوف هاي المساله. والمساله الثانيه مال ابليس. نعم. شوف انا ما اقدر. نعم اخي الحبيب، انا ما اقدر اجيبك بحقيقه ابليس وما يحمل ابليس في داخله، لكن عليك أن تعلم أن يعني إبليس كان ملاك مقرب يسمى عزيز الله، وكان يمتلك يعني روح السكينة، فكان يظن أن النار هي أفضل من الطين، لكن لم يعلم أنه الطين كان يحمل في داخله روح الله. هذا اللي أنا أعرفه، والتفصيل يبقى عند قائم آل محمد سلام الله عليه. أما بالنسبة إلى الجنة أخي الحبيب، اليوم أخي الحبيب احنا يعني خلينا نعيش الواقع. احنا اليوم ما هي جنتنا؟ يعني اليوم احنا نريد أن نسأل إلى الجنة ونريد أن نتوقع النار. ما هو الهدف من السؤال؟ الهدف من السؤال أنه ندخل امتحان. اليوم احنا لابد احنا من هو اليوم اللي يضمن لنا الجنة ومكان الجنة وتفاصيل الجنة؟ انه نوالي رجل من الله.
فاليوم أخي الحبيب بالضبط، وعمل الإنسان هو المحصلة هي الجنة، لكن احنا المفروض هسه الآن على كل إنسان اللي يريد يصل إلى الجنة ما هو الطريق إلى الجنة، يعني كيف تمر إلى الجنة، كيف يعني تدخل إلى الجنة. أهل البيت عليهم السلام قالوا الدخول إلى الجنة بمعرفة إمام الزمان. أبو محمد أرجو المعذرة منك إذا تسمح لي. نعم حبيبي. أنا مو هنا بالضبط السؤال، يمكن ما افتهمتنا، أوضح لك وآسف على الإطالة، وآسف على الإطالة. التفاصيل الجنة مذكورة. افتهمتك. يعني في كتاب غاية الحكيم، علم عدقام آل محمد. نعم عدقام آل محمد، يعني احنا مؤمنين بالجنة وما قاله قائم آل محمد سلام الله عليه في الجنة وتفاصيل الجنة. بالضبط. لكن أنا كأبا محمد ما محيط بالجنة وقوانين الجنة. أنا مؤمن وأنت مؤمن وكثير من المسلمين الآن بالإيمان إن شاء الله. نعم الله يوفقك. وأتمنى هذا هم يرفع أخي أبو حسين، حسين أو أبو حسين أخي، طبعا برنامجنا يختلف. يوجد برنامج يقدمه الأخ أحمد حلال هو إنجيل قائم آل محمد، يعني ابتدأ من يجاوب على هالمسائل جميع ما يخص كتاب غاية الحكيم. زين، وحتى راح يتحدث لكم جنة ونار، راح يجيك من بداية كتاب غاية الحكيم. كذلك إذا عندك سؤال يعني تستطيع ترفع إلى الكنترول، وإن شاء الله نحوله إلى حجة الله إلى قائم آل البيت، وإن شاء الله يجيبك عليه. ولكن يعني برنامجنا مختلف عن غاية الحكيم، احنا بدنا نتطرق على بس برنامج أحمد حلال إن شاء الله والأخ محمود. نعم أخي وحسين تفضل. يصير على الواتساب ارسل الاسئله ما له ما يصير على الواتساب. لا ارسل حبيبي ارسل الاسئله للكنترول نفس الرقم اللي اتصلت به. ممنون. ممنون. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. متشرف بك وباتصالك. نعم احبتي، من يحب ان يتصل فاهلا وسهلا بالجميع. احبتي، يقول قائم آل محمد أبا الصادق سلام الله عليه في كتاب غاية الحكيم، وهو يتحدث يقول: عندما ننظر إلى كل هذا، إلى قصة الإنسانية منذ آدم عليه السلام وحتى اليوم، هي أن ندرك أن ديننا الحقيقي هو عبارة عن شيء واحد، هو طاعة الملك المنصب من الله. قصتنا هي قصة عرش وحكم وأرض اغتصبها أبناء إبليس، ذلك الملك الذي رفض قبول اختيار الله للملك اللي هو آدم سلام الله عليه. قصتنا هي قصة ملك أطيح به آدم عليه السلام ونسله، وصراع لإعادته إلى عرشه وتمكين أبنائه في الأرض. هذا هو الدين كله، وهذه هي غايته، السماح بحكم الله في الأرض، حكم يملأ الأرض قسطا وعدلا. تم تحريف الدين وإفساده على يد أبناء قابيل، لقد صوروا الأمر على أن الدين منفصل عن حكم الدولة، وهو ما يعرف بفصل الدين عن الدولة. ففكرة إننا نقبل المسيح ومحمد وبوذا وكريشنا طالما أنهم ليسوا في موضع حكم علينا، حيث نقبلهم فقط كدعاة أو واعظين، يقول سلام الله عليه، وهذه هي الحقيقة، لم يكن هذا هو مراد الله من الأمر. الدين لم يكن أبدا عبارة عن اتباع مجموعة من الطقوس مثل طقوس الطهارة أو طقوس معينة للصلاة، بل إنه الطاعة والولاء للملك المنصب إلهيا. لم تكن رغبة الله أبدا أن يكون غائبا عن حياة الناس أو شؤون الدنيا، بل إنه أراد أن يضمن إقامة العدل والمساواة على الأرض من خلال تعيين رسله حكاما إلهيين. هؤلاء الرسل الذين تعرضوا للاضطهاد والتعذيب والقتل على مدار التاريخ لأنهم دافعوا عن عدل الله ودافعوا عن حكم الله في الأرض، حاكمية الله. أبا الصادق سلام الله عليه اختصر الدين
كله بهذا الكلام. نعم إذا عندك مجرد راح أذكر هذا الحديث القدسي. طبعا هو بخصوص نرجع من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، حيث مر موسى برجل وهو رافع يده يدعو، فغاب في حاجته 7 أيام، ثم رجع إليه وهو رافع يده إلى السماء يدعو، فقال: يا رب، هذا عبدك رافع يديه إليك يسألك حاجة ويسألك المغفرة منذ 7 أيام، لا تستجيب له. فأوحى الله إليه: يا موسى، لو دعاني حتى تسقط لم أستجب له حتى يأتيني من الباب الذي أمرته. سبحان الله. واليوم أيضا لا يتقبل الله العبادة إلا أن تأتوا من قبل الله أو من قبل الباب الذي نصبه الله لكم، وهو قائم على محمد أبا الصادق سلام الله عليه. شكرا للأخت الحبيبة ناردين آل المهدي، وشكرا لكم أحبتي، ونلتقيكم إن شاء الله تعالى يوم غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.